حد يجي يقول لي يا ده انت لما بتلعب كده من فوق مش بتعمل استرتش قوي، من تحت هي كانت عامله كده صح؟ ما انت جذعك بيميل فكوعك بيطلع اكتر، يعني انت لما بتبقى من تحت وبتقوم طالع فوق فبتبقى واقف وعامل كده. هنا وانت مثبت جذعك وبتميله لتحت وبتقوم عامل كده، انت عملت ايه برضه؟ ما هي طلعت اهي فوق. يعني كل الفكره من دي لدي. ليه دي احسن من تحت؟ عشان انت بكل بساطه جذعك ثابت ورا اهو وبتمسك الوزن ومتحكم فيه. هنا دلوقتي لو انت مش شايل لنفسك اوزان عاليه، جيت في اخر عده وصلت للفيلير خلاص، رجعت ايديك لورا ورجعت جذعك لورا، الدنيا امان. لكن تعالى بقى لو انت جيت قمت لعبت بالمنظر ده، لما انت بتطور في الاوزان قوي، بص كده، دي اول حاجه. طب انت لما توصل للفيلير وانت فوق بتبقى انت مش قادر، صح؟ بتقوم عامل ازاي؟ تجيب لك اصابه وانت بتلف. هنا الاثنين بيعملوا استطاله والاثنين بيشغلوا اللونج هيد معايا، ولكن دي بتكون امن اكتر للظهر، بتكون امن اكتر لنفسك في الاوزان الثقيله، بتكون امان في كل حاجه. وغير كده سهل جدا تعمل بروجريس. ولو عايز تبقى مدرب شاطر قادر تصمم البرامج التدريبيه بناء على معرفتك لعلوم التشريح وعلم الحركه، تقدر تبدا دلوقتي حالا في كورس التشريح لاعداد المدربين، هتلاقي اللينك في البايو.